هنعمل النهارده الباميه الويكه، من اجمل الاكلات اللي مظلومه ومش واخده حقها ابدا. بنجيب الباميه اللي حجمها متوسط، انا مش بحب اللي حجمها كبير قوي، وبقمعها بالطريقه العاديه، بس طبعا لازم نكون غسلينها كويس الاول ونسيبها لما تنشف تماما في مصفى، وبعد كده نبتدي نقمعها ونقطعها لشرايح بالشكل ده. هنجيب بقى اي شوربه عندك، شوربه لحمه او شوربه فراخ، وهنحط فيها توم مفروم، وهنحط فيها كزبره خضراء، وهنحط فيها معلقه من هريسه الفلفل الاحمر او قرن فلفل اخضر يكون حامي، وبعدين هنضيف الباميه اللي احنا قطعناها شرايح، وهنسيب الباميه تغلي كده مع الشوربه لغايه ما تستوي كويس جدا. وهنا الباميه بعد ما استوت والشوربه قلت تماما زي ما انتم شايفين، ههرسها بهراسه البطاطس او اي هراسه كده. انا مش بحب اضربها في الخلاط لاني بحب يكون قطع الباميه باينه فيها بس كده، وتقدري تاخديها في الكبه لفه واحده بس، يعني تضربيها ثانيتين كده مش اكتر. هنجيب بقى طاسه ونحط فيها معلقه من السمنه، ونحط عليها توم مفروم، هنحط عليها كزبره ناشفه وكزبره خضراء، وهنقلبها كده مع التوم. يا سلام على الريحه يا جماعه، الريحه تحفه تحفه تحفه. ويا ريت اللي اكل الاكله دي قبل كده يكتب لي في الكومنتات بيحبها ولا لا. هنحمرها لغايه ما التوم يتحول يبقى لونه ذهبي ويبقى بالشكل ده. هننزل بقى بكبشتين 3 كده من الباميه، مش قادره اوصف لكم ريحتها كانت عامله ازاي. وبعدين هنرجع الطاسه تاني بكل اللي فيها في الحله، غلوه واحده ونطفي النار. بتتقدم سخنه طعمها يجنن يا جماعه، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد تحفه تحفه تحفه، لازم تجربوها وبألف هنا.